الأهرامات ماشي الفراعنة اللي بناوها، كانوا قبل، لم تكن عبارة عن مقابر، الفراعنة هم الذين اتخذوها مقابر، يعني وجدوها. كان لها دور آخر، دور متطور جدا. كانوا ينقلون بها الطاقة. أهرامات ربما كمرسل ومستقبل الكهرباء. نعم، وهذا ما وصل إليه حتى العالم تسلا في القرن الماضي. نعم. الأمم السابقة كانت متطورة جدا، حتى أن الله عز وجل ذكر على أن أحد الأمم السابقة كانت لهم مصانع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. نعم. يعني كانوا وصلوا لدرجة أنهم تديروا مصانع نعم. للخلود. نعم، تديروا أبحاث باش أنهم يخلدوا ما يموتوش. قوم عاد كانوا يتخذون من الجبال بيوتا، البقايا الآثار ديالهم موجودة الآن في الحدود السعودية اليمنية. لا يمكن أن تتخذ بيتا وقصرا بتلك الدقة، بديك الهندسة المعمارية بطرق بدائية، كانوا أدوات. لذلك البشرية لم تكن متخلفة، لم تكن بدائية، كانت متطورة جدا. وماذا وقع لهذه البشرية إذن حتى لم يبقى منها إلا آثارها؟ هذه البشرية وصلت بسبب تطورها إلى الاستغناء عن الله، وهذا الاستغناء أوصلها إلى التمرد على الله. الإنسان فاش كيوصل بالعلوم والحضارة ديالو لواحد المدى وتجده يعيث في الأرض فسادا، فاش كتوصل البشرية لواحد المرحلة ديال الطغيان لدرجة أنها كتبدأ تعتقد بأنها ملكة الأرض وبدأت تنافس مقام الربوبية، يهلكها الله.